يفضلوا يضحكوا على الناس أكتر من كده لأنهم خلاص استنفدوا كل الأعذار. لكن إيلين كانت لسه محتاجة وقت علشان تلاقي طريقة تفك اللعنة عن أهلها. الوزراء قالوا لها إن الوضع مش هينفع يستمر، بقالها سنة بتحاول ومفيش نتيجة. البنت راحت أوضتها ووقعت على السرير وصرخت من القهر، لكن بعدها فرحت لما رجع ساعي البريد الملكي اللي كان رايح يوصل رسالة للأوراكل بتاع الشمس والقمر. الأوراكل ده حكيم بيعيش في غابة الظلام الأبدي، وساعي البريد بعت له 8 عصافير علشان يوصلوا الرسالة بأمان، لكن 7 منهم اتجمدوا وبقوا حجر لأنهم أكلوا من ثمار اسمها توت التحجر، وعصفور واحد بس هو اللي وصل ورجع بالرد. الرد كان مكتوب في ورقة صغيرة مكتوب فيها إنه لازم تحط شوية مية على الورقة. لما عملت كده ظهر الأوراكل بتاع الشمس والقمر قدامها. قالوا لها إنهم عايزين يساعدوها، بس لازم يشوفوا الوحوش اللي تحول ليهم أهلها بعينيهم علشان يعرفوا نوع اللعنة. قالوا لها كمان إنهم هيجوا في اليوم الثالث من الشهر، واللي هو النهاردة يعني في عيد ميلادها. إيلين فرحت جدا وقالت خلاص مش هتعيش وسط الأسرار دي تاني، وهترجع تعيش حياة طبيعية مع أهلها. لكن الوزراء بولار ونزار كانوا مرهقين من خدمة الوحوش دول ومليانين كدمات وخايفين من حفلة عيد الميلاد اللي هتكشف السر قدام الناس. فنزار قال لبولار على فكرة، بما إن الأميرة هتتم 15 سنة نقدر نقول للناس إن الملك والملكة ماتوا، وبعد الحزن نعلنها ملكة جديدة على المملكة ونخلي الوحوش يعيشوا في الغابة بعيد وهي تروح تزورهم وقت ما تحب. بولار وافق وكانوا رايحين يقولوا لإيلين، لكنها دخلت عليهم الأول وقالت لهم إن الأوراكل جاي النهاردة علشان يفك اللعنة. الوزراء قالوا لها على خطتهم، لكنها وافقت إنها تعمل كده بس لو الأوراكل فشل في فك السحر. بعد شوية غنوا لها كل سنة وانتي طيبة، ولما احتفلوا شوية دخل كبير الخدم وقال الأوراكل وصل. فجأة ضفدع ضخم دخل القصر ونط قدام الأميرة وفتح بقه وخرج منه الأوراكل بتاع الشمس والقمر. الأوراكل شكر الضفدع على التوصيلة واداله 5 نجوم وقال له ممكن يمشي. إيلين جابت أهلها الوحوش علشان الأوراكل يشوفهم، بس الأوراكل اتخضوا جدا لأنهم كانوا فاكرينها بتبالغ، لكن لما شافوهم قالوا فعلا دي لعنة الغابة المظلمة، ولو ما تفكتش قريب أهلها هيبقوا وحوش للأبد. الأوراكل بتاع الشمس طلب العصا السحرية بتاعته، بس الأوراكل بتاع القمر قالوا إنه بدل كل عصا عنده بعصا واحدة سحرية شاملة بتعمل كل حاجة. لما حاول يستخدم العصا عشان يفك اللعنة الوحوش الملك والملكة هجموا عليهم من غير وعي، فهرب الأوراكل بسرعة مع الضفدع بتاعه. إيلين كانت زعلانة جدا وحست إن أهلها ضيعوا آخر فرصة كانت عندهم يرجعوا بشريين. قررت ساعتها توافق على خطة الوزراء وتبقى هي الملكة الجديدة، وحبست أهلها في قفص علشان يودوهم الغابة الصبح. قبل ما تنام راحت لهم وادتهم حتة من كيكة عيد ميلادها وقالت لهم تصبحوا على خير. تاني يوم الصبح إيلين صحيت من النوم، راحت تبص على القفص اللي حابسة فيه أهلها الوحوش، لكنها اتصدمت لما لقت القفص فاضي. جريت على بلكونة